السلام عليكم حبايبي. تعالوا كده النهاردة هنعمل نوع من أنواع المعجنات، بس نوع حلو مش حادق، بمكونات بسيطة وسهلة، يعني مش مكلفة خالص، بشوية سكر وخميرة ومية هتعملي الجمال ده. تعالوا كده نشوفوا تعمل ازاي بطريقة بسيطة ونقول بسم الله. أول حاجة هنزل بكوباية من المية الدافية، عليها تلت كوباية من السكر وباكت من الخميرة الفورية. اخلطي كويس السكر بالمية لحد ما تحسي ان السكر بدأ يدوب خالص في المية. بعد كده هجيب بقى الدقيق، انا هنا نخلة نص كيلو من الدقيق، هاخد منه كوباية على خليط السوائل ده، وهبدأ اخلطه حلو قوي بالمضرب السلك لحد ما اخلي الكتل اللي في الدقيق دي تختفي، ما يبقاش فيه كتل خالص. اركنيه بقى لمدة نص ساعة لحد ما تلاقيه خمر كده معاكي شوية زي ما انتوا شايفين. خلاص كده الخميرة ناجحة معاكي، وده بيعتبر محسن حلو قوي للمعجنات اللي انت هتعمليها. بعد كده هنزل عليه بربع كوباية من الزيت، وهخلط كويس جدا بالمضرب السلك لحد ما الزيت يختفي خالص في الخليط. رشة ملح ما ننساهاش، معلقة صغيرة بيكنج باودر، واخلطي كويس. بجد الموضوع مش مكلف خالص واقتصادي جدا. هجيب بقى باقي كمية الدقيق وهبدأ أنزل بيها على مرحلتين على السوائل اللي أنا حطاها. ليه بقى؟ لأن أنا ممكن محتاجش الدقيق كله، وده بيختلف من نوع للتاني، وممكن ياخده كله، ممكن يزيد معلقة أو اتنين. نزلت بمعلقة كبيرة من اللبن البودرة وممكن تستغني عنه. طبعا خد مني نص كيلو دقيق مظبوط. وفي الاخر خالص بعد ما اتعجنت ولميت العجينة، نزلت بمعلقة كبيرة من الزيت وبدأت اعجن العجينة بمعلقة الزيت دي. خديها بقى كده على الرخامة وابدأي اعجنيها حلو جدا. طبعا احنا في فصل الشتاء، المعجنات بتاخد وقت عبال ما تخمر. ممكن تحطيها بقى في مكان دافي، وممكن تشغلي لها الفرن وبعدين تطفيه وتحطيها في الفرن، يعني لازم نتصرف. زي ما انتوا شايفين عجنتها حلوة قوي. حسيت انها محتاجة شوية، بدأت اعجنها تاني لحد ما تلاقي العجينة نعمت معاكي حبة حلوين كده. خلاص جبت بقى البولة، حطيت فيها العجينة وغطيتها يا كده نص ساعة او ساعة تريح. طبعا في الشتاء هتريح يعني ساعة في الشتاء، يعني تقريبا هي كده بتريح مش بتخمر. جبتها بقى عملتها رول وبدأت اقطعها علشان تبقى على قد ما تقدري القطع كلها مقاس واحد. امسكي بقى كل قطعة اعمليها كورة، شايفين؟ وهتتحط في صينية جنبك. هتعمليها كلها كور كده وهتتحط في صينية تانية. خلاص عملت بقى الكمية كلها كده، شكلتها كور وهسيبها بقى برضو تريح لمدة نص ساعة او ساعة، عشان وانا بفردها او بشتغل فيها تبقى سهلة معايا في الفرد، ما تعكسنيش. زي ما انتوا شايفين حجمها زاد ازاي. هبدأ بقى اشتغل فيها. العجينة زي الزبدة معايا، رغم ان هي معلهاش غير شوية زيت ومعلقة لبن بودرة. بدأت رشة من الدقيق خفيفة قوي، وبدأت أفرد عليها العجينة. بصوا بقى طريقة التشكيل سهلة قوي، مش هتاخد منكم حاجة. هبدأ أجيب كده قطعة العجين وبالنشابة هفردها بالطول، يعني هتبقى طويلة مش عريضة ولا مربعة. معلقة سكر كبيرة وابدأي حطيها على العجينة، وحاولي بقدر الإمكان ما يجيش منك في الحروف. وبعد كده هتمسكي العجينة دي تعمليها رول، يعني هتلفيها كده بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين، وتقفليها من الجوانب. هتلفي وتضغطي من الجنب، وفي الحتة الاخرانية هتروحي فرداها ولماها، وتبدأي تجيبيهم على جنب كده الاتنين. وهتجيبي سكينة بقى ومن نص من الحتة المقلبظة دي هتروحي قسمها نصين. افتحي بقى وشوفي الجمال، يعني شكلها حلو قوي قوي، مورقة من جوه بالسكر. عايزة اقول لكم كمان الطعم اجمل واجمل. هجيب صينية طبعا دهنها دهنة زيت خفيفة، ويا ريت كمان يا حبايبي تكون في ورق زبدة، عشان انا الصينية دي ما بتلزقش، يعني يا اما صينية غير لاصقة او ورق زبدة. ويكون ورق الزبدة يعني مفضل، علشان السكر طبعا هيدوب وهيبدأ يكرمل تحت. عايزة اقول لكم مدي طعم حلو قوي للمعجنات دي.
جبنا العجينة القرصة فردناها بالطول وحطينا السكر وبدأنا نعمل لها رول كده بالراحة، واخر حتة بفردها مربع وبقفلها وبتنيها نصين وبجيبها من الحتة اللي هي قابة شوية دي بالسكينة كده بقسمها نصين وبسيب القطعة الأخرانية متوصلة زي ما هي. هفردها واظبطها كده على الصينية بالراحة وهعمل الكمية كلها. زي ما قلنا يستحسن يكون في ورق زبدة علشان المعجنات ما تلزقش منك، لان السكر ده هيكرمل في الصينية ان ما كانتش الصينية غير لاصقة. طبعا لو ألمونيا مش هتنفع طبعا خالص. زي ما انتوا شايفين بقفلها حلو وبتنيها نصين، ممكن تشديها كده تعمليها طويلة شوية وهتبدأي تقسميها من النص، مش هتوصلي للآخر. شايفة الجمال؟ خلاص انا كده خلاص رصيتها، هسيبها بقى تخمر في الصواني، وبعد كده هجيب شوية حليب على قهوة سريعة الذوبان وابدأ اخد الوش بالراحة كده. عايزة اقول لكم بقى ملحوظة بعد السوا، اول ما تبدأي تخرجيها من الفرن وهي سخنة هتطلعيها واحدة واحدة بالراحة، يعني ما تسيبيهاش تهدى وتبرد في الصينية، علشان السكر بيبقى لسه سايح، هتخرج معاكي بسهولة. وهتحطيها على وشها في طبق خارجي لحد ما تهدى خالص والسكر اللي تحت ده يهدى ويبرد تماما عشان ما يلزقش منك في الطبق. طبعا هدخلها على شبكة في النص على فرن تحت المتوسط، يعني مش عايزة النار عالية خالص. هتطلع معانا بالجمال ده. يلا بسرعة قومي اعمليها، دي مش هتاخد منك حاجة خالص. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.